تصريحات نارية من مدرب الترجي التونسي بعد مباراة الأهلي ورد فعل ناري من كولر. لم ننجح في استغلال الحضور الجماهيري الكبير. أعرف جيدا أي فريق سنواجه، لكنني أعرف أيضا ما سأفعله في المباراة القادمة. وأضاف مدرب الترجي: سندخل مباراة الإياب في القاهرة بكامل حظوظنا، وكل مباراة يكون لها ظروف مختلفة عن الأخرى. وواصل مدرب الترجي: أعرف جيدا ما علي فعله كمدرب في مباراة الإياب، لدينا حماس كبير وستلعب الأمور التكتيكية الدور الأكبر في هذه المباراة. وفي تصريحات أخرى لكولر: في كل مباراة ألعبها هدفي يكون دائما هو الفوز، لكننا نلعب خارج الديار فعلينا تقبلها. وبالنسبة لمباراة العودة رأينا قوة الترجي، وبالتالي علينا الحذر الشديد في لقاء القاهرة، وفي نفس التوقيت نحرز أهدافا لتحقيق اللقب. والأهلي يعود بأفضل نتيجة ممكن أن يحققها فريق خارج الديار في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وعلي معلول بنسبة كبيرة لن يكون جاهز لمباراة العودة بين الأهلي والترجي، وإصابته تحولت بشكل مفاجئ. الأهلي سيصدر بيان تفصيلي عن إصابة معلول، والتي قد تكون في وتر إكليس وستبعده لنهاية الموسم. وكولر يفضل استمرار كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلا من علي معلول في مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحالة من عدم التفاؤل تسيطر على بعض الجماهير والمحللين التوانسة بسبب فشل الأخير في الفوز الأحمر هناك في رادس. والشناوي يؤكد لزملائه خلال عودة الفريق من تونس إنه لا يفصلهم عن تحقيق اللقب دوري أبطال سوى 90 دقيقة فقط، وإنه لابد أن يقدم الجميع كل ما لديه في المباراة المقبلة، وأن يكون التركيز والروح حاضرة حتى لا يخرج الكأس من القاهرة. وسامي قمصان يؤكد ثقته في مساهمة جماهير الأهلي التي ستحضر إياب نهائي دوري الأبطال في فوز الفريق باللقب أمام الترجي التونسي السبت المقبل. ويؤكد أن الفريق الذي يرغب في التتويج باللقب عليه استغلال أقل الفرص للتسجيل في المباراة القادمة. وكولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات بعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، ويبدأ التحضير لمواجهة الإياب في السبت المقبل. وأحمد نبيل كوكا يتخلص من الإصابة ويأمل أن يكون له دور في مواجهة الإياب أمام الترجي التونسي. بعد الأصوات في الجهاز الفني للأهلي تطالب بالدفع بمحمد مجدي قفشه أساسيا في مواجهة الإياب بالقاهرة بجانب إمام عاشور لتشكيل ضغط هجومي كبير على دفاعات الترجي. والزمالك يفوز بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي. وبكده يا صديقي يكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.